السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة بسكوت ال10 دقايق. مكونات سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف ايه مكوناتنا. هنا معايا معلقتين كاكاو، معايا فانيليا، معايا رشة ملح، معايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، معايا بيضة، نص كوب زيت، كوباية إلا ربع سكر، كوبايتين ونص دقيق. تمام، مكونات سهلة وبسيطة اهي. يلا بينا نبدأ نخلط المكونات دي مع بعض. قبل ما نبدأ نصلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة هنا هنعملها مع بعض، هحط كوباية إلا ربع سكر مع البيضة، عشان هو السكر دايما بيتضرب الاول مع البيض. ومن دام فيه بيض هنزل بالفانيليا. النوعية من الفانيليا دي كويسة جدا جدا، بستخدمها على طول في كل الحلويات او اي حاجة فيها بيض. بتشيل ريحة الزفارة تماما، تقضي عليها نهائي يعني، احسن من اي حاجة تانية انا استخدمتها. فانا استمريت خلاص على نوعية الفانيليا دي، اسمها سان جورج لو عايزين اسمها يعني. تمام كده، هضرب البيض والفانيليا والسكر مع بعض. خلي كده السكر كده يدوب على قد ما اقدر. ممكن هنا تعمليها بالخلاط العادي، او ممكن بمضرب سلك، بس اهم حاجة السكر معايا هنا يدوب، وتديله كده بس ارتفاع مع البيض. السكر والبيض يديله كده ارتفاع بسيط جدا. تمام، هنزل هنا برشة الملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، واقلبهم برضو. افضل اضرب كده حبة حلوين، حوالي كده 5 دقايق بس. طريقة البسكوت دي سهلة جدا جدا، وكمان مكوناتها بسيطة. والمكونات من الرغم ان هي مكوناتها صغيرة هتعمل لك حوالي يعني 60 قطعة بسكوت. هنا نزلت بالزيت واضربهم كده حبة صغيرين حتى ما يتجانسوا مع بعض. واجيب الدقيق هنا بنزل بحوالي 3/4 الكمية بس، عشان هنا انا عايزة العجينة طرية، عشان هقسمها ل2 عشان هخلي مساحة للكاكاو. وهنا طبعا مش هعجن زي المعجنات، ده بسكوت يدوب. انا بلم العجينة كده، بس بلم الدقيق في العجين بس بدخله، حتى ايه ما يبقاش يعني دقيق ظاهر بس كده. تمام، قسمت العجينة ل2، نص هنا ونص هنا. العجينة طبعا طرية، فهنا هحط في النص الاولاني كمية الكاكاو، عشان الكاكاو ده زي الدقيق، فانا سبتله مسافة مخلتش العجينة يعني اتظبطت معايا. في الاخر ارجع احط الكاكاو فهتبقى ناشفة معايا. لا، انا طريتها الاول عشان سبت ايه مساحة للكاكاو لما يدخل عليها. هنا برضو بحاول ألم كده فيها لم. تمام، بجرب كده في حتة بدورها كده واشوف ان هي هتشقق معايا ولا لا. مشققتش، لا كده تمام. اجيب العجين البيض الابيض، نزلت عليه معلقتين الدقيق وبلمهم برضو لم كده، وبختبرها شوف هتشقق معايا ولا لا. مشققتش معايا كده، خلاص كده تمام. وبجيب القطاعات اي قطاعات عندي هنا معايا على شكل قلب ونجمة، شكل الدب ده للاطفال يفرحوا بيه خالص. فردت العجينة هنا وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده في شكل تاني هنا مشهور بيتعمل، بعمل كور صغيرة، 6 كور، 3 من الشوكولاتة و3 من ابيض. وبحط كرة شوكولاتة، كرة ابيض، كرة شوكولاتة وكرة ابيض، وبحطهم مرسم كده على هيئة دائرة يعني وردة كده. بفضل اقربهم من بعض، وبعد كده بلف.
لفة كده بسيطة براحة ايدي كده. الف حوالين بعض كده، اعطوا الشكل المموج بتاعي كده الحلو. وبعد كده بشكل اي اشكال انت عايزاها. تمام. بعمل كل الكمية تحت زي كده، واكون مسخنة الفرن وخليها النار بتاعها واطي فوق وتحت، وتاخد حوالي 20 دقيقة بس في الفرن، وبتطلع بالشكل ده. بص يعني هو دايب دوب خالص، مجرمش على طري يعني، حاجة كده تاكليها وهم خيال يعني. ومن مفيش من بيضة واحدة بس قدرت عملت كل الكمية دي، حوالي 60 قطعة. اذا وصلت لحد هنا ياريت تدعموني، تديني لايك واشتراك وتشيروا الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. يا رب اكون افدتكم الفيديو ده. يلا الى اللقاء. باي باي.